استني يا قمر منك ليها، رايحين فين؟ قبل ما تعدوا الفيديو تكتبوا لي تحت في التعليق ده اسمه ايه. بس عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، ده لا استاكوزا ولا جمبري، علشان لو شفتوه في السوق وحبيتوا تشتروه محدش يضحك عليكم ويقول لكم ده استاكوزا او جمبري. في الفيديو ده بقى انا هقول لكم هو بيتعمل ازاي، وانت عليكم تكتبوا لي تحت في التعليقات ده اسمه ايه. زي ما انتم شايفين كده انا فتحت خط الظهر وشلت منه خط الرمل، وساعات كمان بيبقى موجود مع خط الرمل ده بطاريخ. غسلته كده مرة واتنين وتلاتة زي ما احنا شايفين كده. وطبعا انا ملحته وهعمل له تاني دقة تانية اهي، عبارة عن ملح وتوم وفلفل اخضر وكمون. انا عملت نفس الخلطة دي وحطيتها عليه بقاله ساعة، وكنت عصر عليه ليمون. هعمل حبة كده فريش قبل ما اعمله على طول دلوقتي، واحط على الوش كده تاني. عايزة تحشيه من جوه بنفس الخلطة ماشي احشيه مفيش مشكلة. شايفين نضيفه زي الفل. طاسة على النار بقى كده وشوية زيت صغيرين، وتقومي نازلة بطماطم مكعبات صغيرة قوي. وبعدين هتنزلي باللي اسمه ايه زي ما تكتبوا لي اسمه تحت في التعليقات. انا مش هقولكوا على اسمه، واللي عارف الاسم يكتبه تحت. خلاص استوى، ما بياخدش وقت على النار، 10 دقايق بالكتير. وانا عملته بنفس التتبيله بتاعته. ده بيتفتح ازاي بقى؟ بتجيب المقص كده وتقص الجناب بتاعته نفس طريقه الاستاكوزا، بس ده زي ما انا قلت لكم مش استاكوزا خالص ولا جمبري. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي علامه الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. واوعى تنسوا تكتبوا تحت في التعليقات دي اسمها ايه.